الدكاترة النفسيين اكتشفوا ان الشخص الناجح هو الاكثر عرضة ان يجيله اكتئاب، وده بسبب انه ما بيبقاش حاسس بقيمة الانجازات اللي هو محققها في حياته، ودايما بيبص على اخر موقف فاشل هو اتحط فيه وبيبدأ على اساسه يقيم حياته كلها، وبيدخل نفسه في دايرة من جلد الذات واللوم على الفشل ده، ومن هنا بقى بتبدأ تظهر عليه اعراض الاكتئاب. مع تطور الطب النفسي الدكاترة النفسيين قسموا الاكتئاب لثلاث انواع، وكل نوع بيكون ليه طريقة في التعامل معاه. عندك اول نوع من الاكتئاب وهو الاكتئاب البسيط، وده اللي بيجي لمعظمنا، واللي فيه بتحس بالحزن وقلة الشغف ناحية الحاجات اللي بتحبها، وده تقدر تعالجه عن طريق انك تتكلم في الحاجات اللي مزعلاك مع شخص قريب منك. تاني نوع من الاكتئاب وهو الاكتئاب المتوسط، وده اللي بيكون الشخص فيه مش عايز يتعامل مع اي حد، حتى الناس القريبين منه زي اصحابه واهله، وبيبدا يحصل له تغير في وزن جسمه زي انه يزيد او يقل بشكل ملحوظ. اما بقى النوع الثالث من الاكتئاب وده اللي بيكون اسمه الاكتئاب الحاد، وده مصنف انه من اخطر الامراض النفسيه الموجوده في العالم، وده بقى لما الدكاتره النفسيين قالوا على اعراضه الناس